في راجل عنده لحية زرقاء كان بيتجوز كتير جدا، وكل ما يتجوز مراته تموت، بس في بنت هترضى ان هي تتجوزه وهتعيش في القصر، بس هو هيروح بسبب شغله هيسافر بره، وهيقول لها اوعي تيجي جنب الأوضة اللي في الأرضي، بس فضولها هيغلبها وهتروح تشوف الأوضة اللي في الأرضي هتلاقي جثث مراتاته الأولانيين، فتعرف إن هو اللي قتلهم، ولما يجي ويعرف اللي حصل هيروح علشان يقتلها، بس يجوا إخواتها بسرعة ويقتلوه. هنشوف بقى في الواقع في حلقة النهاردة قصة شبيهة بقصة صاحب اللحية الزرقاء، القصة العالمية من الأدب الفرنساوي. هنشوف كل ده في قصة إنسان النهاردة، قصة الأميرة فتحية. بس قبل ما نبدأ يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لايك لو الفيديو عجبكم، وتكتبوا لي تحت في التعليقات رأيكم في الحلقة. يلا بينا نبدأ. اتولدت فتحية 1930 بالظبط 17 ديسمبر، وكانت مدللة الأسرة بشكل غير طبيعي. اتعلمت العربي والفرنساوي والإنجليزي، وكانت بتحب الفنون جدا. طبعا خدت التعليم الأساسي زي اخواتها الأميرات، بس يموت أبوها 1936 وهي عندها بس 6 سنين. وعلشان نعرف قصة حياتها كويس جدا لازم نرجع للملكة نازلي أمها. طبعا ابقوا ارجعوا لحلقة الإمبراطورة فوزية هتعرفوا نشأة الملكة نازلي وشخصيتها كانت عاملة ازاي، علشان هنحتاجها جدا في الحلقة دي. المهم بعد موت الملك فؤاد افتكرت ان هي كده خلاص هتاخد حريتها مرة تانية، حريتها اللي كبتها فؤاد وعيلتها من قبله، وتخلي فاروق ملك مصر ويبقى ملك 1937، وتفتكر ان كده خلاص هي وصلت للقمة تقدر تعمل اي حاجة لان هي حرة. وطبعا ابنها عمره ما هيعارضها، بس هي نسيت ان هي ملكة وفي الأسرة الملكة، وابنها هو الملك، يعني اي حاجة هتعملها بحساب والا هتضر سمعة العيلة المالكة. المهم سنة 1938 فاروق هيصدر قرار بان الملكة نازلي هتفضل تحتفظ بلقب الملكة، لان في الوقت ده المفروض لقب الملكة هيروح لمراته الملكة فريدة، بس نازلي هتعرف تحافظ على لقبها كويس جدا بسبب حب ابنها ليها. المهم يمر الايام وتمر الوقت، وتحب واحد اسمه احمد حسنين، وده كان رئيس الديوان الملكي واهم مؤثر في شخصية فاروق ابنها. بيقول الصحفي الكبير محمد التبعي ان هي اتجوزته عرف، بس في مصادر تانية كتير قالت ان هي كانت علاقة عاطفية بس ما كانش فيها اي جواز. بس برضو انتشرت الشائعات وتعرف ان نازلي متهورة وتسيء لسمعة فاروق والعيلة المالكة. بس يموت احمد حسنين في حادثة عربية وتهدى الاحوال نسبيا، بس ما زالت نازلي مستنية الفرصة وناسية ان هي الملكة وام الملك، اي حاجة هتعملها هتسوق سمعة العيلة المالكة. الفرصة دي بقى هتجيلها سنة 1946، هتسافر فرنسا تحديدا في مارسيليا علشان تتعالج من مرض في الكلى عندها، وكان معاها فايقة وفتحية بناتها. فتحية في الوقت ده بقى كان عندها 16 سنة، كانت شابة جميلة صغيرة في السن، وفجأة بالصدفة تتعرف على رياض غالي، ده كان شاب شغال في السفارة المصرية في فرنسا. نازلي أعجبت بيه لأن هو بيديها عاطفة الأمومة من غير ما يحاسبها زي فاروق، وعملت في فرنسا أعمال تسيء للأسرة العلوية. فاروق بعت لها جوابات كتيرة جدا علشان تهدي الأوضاع هناك، بس هي فضلت على اللي هي بتعمله، فسحب منها نص الحاشية بتاعتها وهددها، وخلى وصفات كتير يراقبوها ويقولوا له كل صغيرة وكبيرة عنها. تسافر الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا في مدينة روشيستا علشان تشيل الكلية وتشيل ورم في الكلية التانية. كان معاها في الوقت ده فتحية ورياض غالي، وهنا تبدأ قصة الحب ما بين رياض غالي وفتحية تتطور أكتر، وده علشان فتحية كانت صغيرة في السن، عمرها 19-18 سنة بالكتير، وكمان غير كده هي ما تعرفش حاجة في العلاقات، ما تعرفش هو بينصب عليها ولا بيحبها حقيقي. غير كده كمان نازلي كانت شايفة زي ما قلنا إن رياض غالي بيديها عاطفة الأمومة، ده غير كده بنتها بتحبه لأن هي ما خدتش بالها إن هي صغيرة في السن. وشافت نازلي نفسها في فتحية، شافت استحالة الجواز، ويا ريت تبقى تروحوا تشوفوا حلقة الإمبراطورة فوزية هتعرفوا بالنسبة لنازلي إيه اللي حصل لها. استحالة الجواز لأن رياض غالي في الوقت ده هو كان مسيحي، والأميرة فتحية هي كانت مسلمة من العائلة العلوية، وهنا كانت القشة اللي قسمت ظهر البعير في علاقتها مع ابنها. على طول يبعت للسفير الأمريكي في مصر ويطلب إن هم يجيبوا نازلي وفتحية على طول لمصر، بس يفشل في كده، فيستعين بأخته فوزية اللي هي أقرب إخواته ليه وأكتر شخصية عاقلة، وكمان هي بنت نازلي فليها شوية من السيطرة عليها. بس نازلي فضلت عند قرار، اضطر فاروق إن هو يعقد اجتماع ضروري في الديوان الملكي علشان يتخذوا قرارات تجاه نازلي وفتحية. على طول هم يسحبوا الألقاب الملكية من نازلي وفتحية ويصادروا ممتلكاتهم، في المقابل يتم الجواز ما بين رياض غالي وفتحية 25 إبريل 1950 على إيد مستر جودل رئيس محكمة الاستئناف العالي في سان فرانسيسكو. تتجوز فتحية من رياض غالي، بس هو في الوقت ده كان مسيحي وهي مسلمة، وكان الجواز مدني
وفي الوقت ده هي كان عندها 19 سنة. فاروق يطلع قرار بان مصر لا تعترف بالجواز ده والجواز ده باطل، بس بسبب ان هي صغيرة وهو كان مسيحي فاضطروا ان هم يعيدوا الجواز مرة تانية 25 مايو في نفس السنة، ويعلن اسلامه بس يفضل زي ما هو. وده دليل على انه ما اتغيرش، هو مازال زي ما هو على استغلاله. مفيش حاجة اسمها الحب غيرته، هو داخل علشان يرتقي الى العيلة، هو داخل واخد فتحية سلم بس عشان ينتمي الى العائلة المالية او يروح للطبقة العالية. تخلف فتحية 3 عيال، سنة 1952 رفيق، وسنة 1954 رائد، وفي سنة 1956 تخلف رانيا، وبرضه في سنة 1956 تعمل توكيل هي ونظلي لرياض غالي، والتوكيل ده كان توكيل عام للتصرف في كل شؤونهم المالية. طبعا رياض غالي ما هيصدق ويخش في مشاريع كتير ويفشل فيها ويضيع فلوسهم وبسببه يفلسوا. الصحف الأمريكية والصحف العالمية تكتب عن إفلاس الملكة نظلي والأميرة فتحية. ده غير كده كمان هياخد مجوهرات نظلي الملكية ويحطها ضمان علشان يبدأ مشروع جديد وبرضه يفشل، وتتباع المجوهرات دي في مزاد علني. بعد كده يطرد نظلي وفتحية وولاده من بيتهم في بيفرلي هيلز ويخلي البيت بتاعه كمان ضمان لمشروع ويفشل فيه برضه. سنة 1965 تطلب فتحية من المحكمة ان هي عايزة تنفصل جسديا من جوزها بخطوة علشان تعمل الطلاق، والمبرر بتاعها ان هو كان بيقسو عليها بدنيا. اضطرت ان هي تنزل تشتغل وبتنظف بيوت اصحابها، واشتغلت في محلات بالليل. وكمان ابنها اتخرج من جامعة كاليفورنيا بعد دراسته للادب الانجليزي وبرضه كان بيشتغل. اما ابنها رائد التاني كان خلاص قرب ان هو يخلص كلية علوم وبرضه كان بيشتغل. وهكذا بنتها رانيا كانت في كلية طب وكانت بتشتغل ممرضة في المستشفى. أما بقى في السبعينات تحاول فتحية إن هي تسافر لمصر، فتجدد كل جوازات السفر بتاعتها هي وأمها، وكمان تعمل جوازات سفر لولادها علشان تسافر لمصر، وتطلع في لقاء إعلامي وتقول إن هي هتسافر من أمريكا وهتروح وترجع لمصر مرة تانية. رياض غالي كان شايف فتحية عايشة بالرغم طرده ليها، وهو أساسا ما كانش بيصرف عليها، بل بالعكس هي اللي كانت بتصرف عليه، وهي دلوقتي هترجع لبلدها. وزي ما قدرت إن هي تتغلب على الظروف الصعبة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، هتقدر إن هي تتغلب عليها في مصر وتعيش حياتها كويس، وهو هيعيش فاشل مفلس مفيش حد بيصرف عليه، وغير كده كمان عاطل. ففي سنة 1976 وقبل سفرها بكام يوم يقول لها تعالي خدي بقية حاجاتك اللي موجودة في الشقة. فتروح له فعلا وتروح علشان تاخد الحاجات، فيضرب رصاصة في كتفها و4 رصاصات في راسها وتموت. وهو بعد 18 ساعة يحاول ان هو ينتحر بس يجيله شلل بسبب الرصاصة اللي خدها ويتنقل للسجن ويتسجن، وبعد 3 سنين يموت في السجن. احنا دلوقتي قدام أميرة قوية عرفت تتعامل مع ظروف الزمن ومع تقلباته الكتير وتخرج منها أقوى من الأول بكتير جدا. بس تموت فتحية بسبب إن هي دخلت في قصة مرضية، زي ما بطلة صاحب اللحية الزرقاء تخش برضه في علاقة مرضية وكانت هتموت بسببها لولا إخواتها اللي جم أنقذوها. بس فتحية محدش جه ينقذها فللأسف ماتت. وهي دي قصة النهاردة، مع السلامة.